الجزائر تسميهم لاجئين، المغرب تسميهم مرتزقة. قناة الشروق يتكلمون عن اللاجئين الموجودين بتندوف، يعني تندوف جزائرية ولا مغربية؟ تندوف جزائرية. هن يرفعون الأعلام داخل تندوف، معناتها إيش؟ معناتها مسوي لكم دولة داخل دولة. مع الصحراء الغربية بدون مغرب. وين الصحراء الغربية؟ هي اسم الجزائر الجنوبية، وين الصحراء الغربية؟ لا. سبق وزرت المغرب؟ لا ما زرتهاش أنا المغرب. بلادنا كبيرة، أنا نزور الجزائر بس. وحنا سايقين بالسيارة عدينا على غادير وعدينا على طنطان، بعدني ما شفت العلم ذا، العلم اللي تتكلم عنه في المناطق هذه، وضيفونا الشاي وضيفونا وايد اشياء، كل مستانس وعايش اموره وحياته، ولا حصل شيء. الجيش مغربي، الاعلام مغربيه، الشرطه مغربيه، الشعب مغربي. ال 75 اللي ينحينا ما في الا الاعلام المغربيه داخل الدوله. العلم ذا وين ينرفع؟ ينرفع داخل دوله الجزائر. ليش صار؟ صار في دوله جزائر شماليه وجزائر جنوبيه، سمحت ان اللاجئ ذا يدش داخل اراضيها وعنده سلاح بين اثنين. وش دخل الجزائر بالموضوع؟ الحكومه الجزائريه تقول احنا مع الصحراء الغربيه. وليش مو مع المغرب؟ ليش مع المغرب؟ ايه ليش مع المغرب؟ ماشي مع المغرب. السلام عليكم اخواني المغاربه. اماراتي كبهت الجزائري كرهولي تبوني تستاهل الصحراء المغربيه. صراحه الاماراتي فضحوا وما خلى عنده ما يقول، حيث ان كل زاري وعايش في الجزائر ماشي من المغرب. الصراحه انبهدلوا شويه ديال خطيره بهاد لا فيديو بالحجج. نبداو بلا فيديو. الحين اللاجئين ذولا اللي ان الجزائر تسميهم لاجئين، المغرب تسميهم مرتزقه، في دول تسميهم العكس، في ضد مع السوالف هذه ما اعرف، بس وين موجودين حاليا؟ السؤال انت شخص. الجزائر يوم يجي الاعلام الرسمي، الحين الفيديو انت تشوفه بالاعلام الرسمي، قناه الشروق يتكلمون عن اللاجئين الموجودين بتندوف، يعني تندوف جزائريه ولا مغربيه؟ تندوف جزائريه، معناته من داخل الجزائر، والاعلام هذه يرفعون العلم ذا من داخل دوله الجزائر. هم لاجئين، قلت انت لاجئين. مين لاجئ يحمل كلاشينكوف؟ كيف وعلاش انت كلاشينكوف حاملينها داخل تندوف؟ يا ابوي ترى انا الحين الفيديو قدامي الحين من تندوف، ها انا اشوف التلفزيون قدامي ما تشوفه. ومتظاهرين ضد الامن الجزائري، يطالبون شو اسمه بجوازات السفر عشان يطلعون من المكان. انا هذه ما زمش هذا الخبر يا اخي، انت راك تشوف فيه ما فهمتش وش من الشروق لك تشوف. شارقه ولا مو بشارقه، بس انا نكلمك الصدق. الحين السؤال واضح، العلم ذا وين يرفعونه؟ هذا العلم الحق الدوله هذه، ما ادري اذا انا اعرف الدوله عندها رئيس وعندها سفاره وعندها جواز سفر والسوالف خرابيط هذه، بس يسمونها الحين بين قوسين الدوله الوهميه. الدوله الوهميه هاي يرفعون علمها من وين؟ يرفعوها في بلادهم. معليش تقول امرأة يعني الجزائر بلادهم الحين صارت الجزائر جنوبيه، صح؟ معليش نطرح عليك سؤال برك. قلت بلادهم، لحظه شوي، الحين اخذوا بلادكم صارت بلادهم كيف؟ معليش دوك نطرح عليك سؤال. معليش لحظه شوي يا حكيم، لا تمرر، ترى هاي مغالطه كبيره. قضيه يكراهي في الامم المتحده. يا ابوي لحظه شوي، انت مررت مغالطه كبيره بعدين يعدمك تبوك. انتبه. تعرف وش قلت؟ صح؟ تعرف وش قلت لك تندوف تقول دولتهم، دوله منو؟ ما قلتش دولتهم، قلت دولة تندوف تبع الجزائر، راهم هما لاجئين. هن يرفعون الاعلام داخل تندوف، معناتها ايش؟ معناتها مسوي لكم دوله داخل دوله. كيفاش مسوي لك داخل؟ هذا بمفهومك انت. لا يوم يجي حدنا في الامارات مثلا وتجيب علم ثاني، علم دوله ثانيه ويرفع ابو ظبي، معناته ابو ظبي صارت دوله. بصح اخي هذا بمفهومك انت، بصح انت كيف تفهم المفهوم المنطقي. شو يكون نقاش مليح. تمام، بس ما نمرر مغالطات. لا معليش ما حاش نمرر مغالطات. يزعلون منك تقول انت سلمت تندوف للدوله الوهميه هذه، صارت دوله تندوف الجزائريه الجنوبيه. يا جاسم، هذا كلامك انت لا تتكلم به لسانك. لا انا نقول لك كي تجبد موضوع يا جاسم كي انت كي دير موضوع، درت موضوع الجزائر، هذا الموضوع راهو بين الجزائر والمغرب، محال تخرج المغرب من الموضوع. لازم تسيروا لي المغرب الحين، تحرر من المغرب الحين، تحرر. طلعوا لي يا اخي المغرب دويله، انا المغرب والله ما راني سامع بهم كاع. المغرب دويله. انت عقدتك المغرب، انت تتابع فيهم، انت عقدتك المغرب. الحين لا الحين انت اللي جبت سيره المغرب، صح؟ لانه مشكل مغربي جزائري. ما في مغربي جزائري الحين الوضع. لا ما تقدرش تتكلم عن الصحراء الغربيه بدون مغرب. تمام، وين الصحراء الغربيه؟ هي اسم الجزائر الجنوبيه، وين الصحراء الغربيه؟ لا الصحراء الغربيه، لانه ملك لا هذه الصحراء الغربيه. غربيه ملك الصحراويين كانت مستعمره اسبانيه.
تمام. والمغرب طلبوا الحمايه من فرنسا في سنه 1912. ما عنده موضوع بالثاني، عنده علاقه بالصحراء. اسبانيا الموجوده. انت يا اخ جاسم، انت ماكش عارف التاريخ تاع المغرب، ما عندكش المشكله هذا ونراه تحل النقاش وانت ماكش عارف. انا خبرك ماكش حافظ الدرس يا خويا. هذا الدكتور جاسم بيصير رئيس تندوف، المفروض تحكي علي. سبق وزرت المغرب؟ لا ما زرتهاش انا المغرب. بلادنا كبيره، انا نزور الجزائر بس. انا يوم فتحت البث والناس يعرفون، صار لي 4 ايام كنا موجودين كازابلانكا، وصرنا نزلنا بطنجة مرتين او 4 ايام او 5، وبعدها اخذنا التجربه ان بنصير لين اخر شيء لين موريتانيا. وحنا سايقين بالسياره عدينا على غادير وعدينا على طنطان. انت تعرف طنطان يحصل فيها موسم الابل حق الامارات، ووايد ناس تشارك في الموضوع. وحنا صايرين لين اخر شيء، لين المنطقه هذه اللي اسمها الغرغرات ولا الكركرات ولا شيء هذا القبيل. ما تحصل الا الجيش المغربي واعلام المغرب، وفي العيون اتحصل السفارات حق تقريبا 18 دوله. بعدني ما شفت العلم ذا، العلم اللي تكلم عنه، ولا شفته داخل موجود الاماكن. وجلسنا مع ناس في المناطق هذه وضيفونا الشاي وضيفونا وايد اشياء، وطلعنا وياهم بالابل وسوينا مسابقات، ولا حد مشتكي من الوضع. الكل مستانس وعايش اموره وحياته، ولا حصل شيء. الجيش مغربي، محطات البنزين مغربيه، الاعلام مغربيه، الشرطه مغربيه، الشعب مغربي. الحين العلم ذا وين موجود؟ الدوله اللي تتكلم عنها الحين وين مكانها بالضبط؟ وين مكانها؟ اي الصحراء الغربيه. انا يوم رحت ما حصلت شيء. معناها الامم المتحده وكل الدول اللي عندهم القضيه تاع الصحراء الغربيه مهبل، وانت تدخل اسمها قضيه وهميه. الامم المتحده لا بس لحظه، اللي محطين السفارات داخل الاراضي المغربيه حتى هم مهابيل؟ معليش انا طرحت عليك سؤال. انت تعرف ان الامم المتحده تاسست في الدعاره في سنه 1958 في امريكا، وتعرف ان اخر مره يوم طلع اظن الوزير، اي وزير من المغرب، الوزير حق يسمونه الخارجيه، قال لهم انا مالي خص في اعتراف الامم المتحده اي ولا بي، اهم شيء الحاصل. يعني من ال 75 لنحينا ما في الا الاعلام المغربيه داخل الدوله، ما في شيء ثاني. العلم ذا وين ينرفع داخل دوله الجزائر. يعني ليش صار في دوله جزائر شماليه وجزائر جنوبيه؟ جزائر دوله واحده اخي، ما عندناش احنا علم ثاني. كيف عندكم علم ثاني تحت اللي ودهم يطالبون مثلا بدوله انهم يقتطعون شيء من المغرب؟ هذول اللي اسمهم الصحراء الوهميه او الغربيه، وهي غربيه اساسا، في شماليه وفي غربيه. بس الحين وين موجودين اساسا؟ تندوف داخل الجزائر. معناتها ايش؟ من 75 اللي نحينا. يا اخي الفاضل هذول راهم لاجئين، افهم. هذوك ما شاء الله خلاص دكتور. يا اخي لاجئين، وصارت في ذاك اليوم صار كيف لاجئين، وصار في حرب يوم فتحوا معبر الكركرات، يوم هجم الجيش المغربي وحرر المكان ذا وحطوا الاعلام وسيروا كيف لاجئين عندهم سلاح يدافعوا على الاراضي تاعهم. من وين جاهم السلاح؟ كيف لاجئ عنده سلاح؟ لا روح قلت لك جاسم لازم تقرا تاريخ باش تفهم. انت راك اللاجئ كيف الجزائر سمحت ان اللاجئ يمسك سلاح؟ اللاجئ يا اخي دافع على الاراضي تاعو. بس كيف اللاجئ اسم لاجئ اساسا؟ تعرفوا شيء لاجئ؟ اللاجئ يعني مجرد من السلاح، مجرد من الانسانيه، مجرد من الاشياء، شارد من الحرب. يعني الانسان ما عنده سلاح. كيف الجزائر كدوله الجزائر الشماليه سمحت ان اللاجئ ذا يدش داخل اراضيها وعنده سلاح، عنده كلاشينكوف وعنده دبابات وعنده مقلات وعنده طباخ وما ادري ايش وسوالف ماشي داخل الجزائر، هذيك راهي داخل المغرب، الصحراء الغربيه، ما راهيش كاع داخل الجزائر. انا يوم كنت موجود في المغرب ماشي من هالقبيل، موجودين بتندوف. يا اخي كي تمشي في الصحراء المغربيه بعد كاينه رقعه هي هذيك راهي فاصله. والله العظيم، والله اقسم برب الكعبه ولا حد يصرف علي، لا المغاربه ولا الجزائريين ولا غيرهم غير رب العالمين، وبارك الله في عمارنا وفي شيوخنا. والله العظيم ان ما في شيء، ولا رقعه ولا مرتزق ولا طير يطير ولا وحش يسير الا الجيش المغربي، وفي جدار عازل لين تحت وتوصل الكركرات تفضل لموريتانيا. او معليش رقم ثلاثه الحين صار 3. الحين اذا الموضوع بين 2 وش دخل الثالث؟ وش اذا الموضوع بين 2 وش دخل الجزائر بالموضوع؟ الحكومه الجزائريه تقول لك حنا مع الصحراء الغربيه عادي. وليش مو مع المغرب؟ ليش مع المغرب؟ ايه
فينا غير الهضره. ياكو المغربي كيهضر يقول لك الملك تاعنا كيدير الخطاب تاعو يقول يا المغاربه راني حندير لكم ونعملوا ونصنعوا ومنا يلقاوها في الميدان. لو حنا الرئيس ولا يهضرنا على العدس يقول لك راهم دايرين مؤامره على العدس. تبون راه يسيي كيفاش يشبح الصوره تاع الجزائر للبراني والشعب تاعو راه ما لقاش واش ياكل. راهي الحاله راهي في تدهور. القدره الشرائيه للمواطن الجزائري في تدهور. الدينار الجزائري راه في تدهور. الاقتصاد الجزائري راه في تدهور. دو نوتر كوتي رانا عندنا امكانيات، راه كاين اون دو بوتونسيال. يا الجزائر نحبوها يا بلادنا. ناس رانا اخر الدول في العالم. نون سولمون رانا العالم الثالث، رانا اخر دول عايشين في الخيال. قالت الجزائر هي اللي انسحبت. انت انسحبت 100 مليار ونص دولار باش تنسحب. سي با لوجيك واش راكم تهضروا. سي با لوجيك. تجي تمد لي مليار ونص مليار دولار وعلى بالي باللي ما عندكش البنيه التحتيه، ما عندكش الانفراستركتور، على بالي الاقتصاد تاعك راه مبازي على الهيدروكاربور، على البترول والغاز. من على 10 سنين 20 سنه يخلص لك البترول والغاز، حتولي لي عبء على كتافي. ما عندي ما ندير بيك انت. والشعب تاعك راه كاين معارضه ضدك دائما في الشارع. الشعب تاعك راه يحرق بالبوطيات بالالاف ماشي باك بالمئات، وتجي لي تزوق عليا وتفوق عليا باللي تدخل معايا في البريكس. الناس هذوما راهم قاريين، الناس هما ايزون بري دي سيكل باش يبنوا لا بوليتيك ويبنوا السياسه تاعهم. وحنا الرئيس ولا يهضرنا على العدس يقول لك راهم دايرين مؤامره على العدس، ولا العدس راه غالي. الجزائري ما ياكلوش العدس في الصيف. 45 درجه 50 درجه تحتم عليا ناكل العدس. وهذا ديسكور تاع واحد رئيس حاكم دوله. واش تستنى الشعب يقول؟ هذا رئيس دبلوماسي سياسي ممثل للشعب، ممثل تاع الدوله، يهضر بهذه الطريقه. انا يكفى لما كان نطلع نقول ما تلومونيش، الله غالب. اني نتعلم من عند اللي راهي Barca